أنا أستذكر الحين كلمة قالها وأرجو أن لا يفهم كلامي خطأ. قالها المعلق الرياضي العزيز والكبير عيسى الحربين في البطولة الآسيوية، تطاول الصغار. من هم الصغار؟ يعني يا الهلال، يعني الهلال كان السنوات هذه الأخيرة المباراة كانت آسيوية، كانت آسيوية. انت كده بتحرض الجمهور على أنا أقول أنا كانت بالآسيوية. أنا أقول خلينا نفهم. فأنا أقول الهلال للأسف أنه يعني هو اللي أعطى الفرصة لتطاول هؤلاء الصغار. طب أعطينا فرصة بكرة الله يخليك. يعني الهلال هو لا عفوا، انت مين تقصد بالصغار؟ الصغار كل اللي يعني لا دقيقه ابو عنان، لا ما وقت مقاطعات. كل اللي تطاولوا. لا انت تتكلم على اشخاص ولا كيانات؟ لا اتكلم لا ما اشخاص، لا مستحيل اتكلم على اشخاص. تتكلم على كيانات؟ اتكلم على انديه كان الهلال محسوم الامر ان الهلال يفوز. الان اصبح الانديه هذه تقدر تسميها؟ ما يحتاج. لا ما تقدر تسمي. تعرف ليه؟ لأن سمي خلك انت الان عيسى الحربين قال تطاولوا الصغار يا زعيم، انت ورينا قول. انا اقول لك للاسف لا لان انا شوف انا ما ابغى ارد عليك لانك انت تتكلم في خيال بشكل عام. اي تتكلم بشكل عام، فبالتالي انت قاعد تكلم نفسك. طيب خلاص، لكن انت هل تعرف انت كيانات من هؤلاء الصغار؟ خل اكلم نفسي. لا كيف تكلم نفسك؟ انت امامك مشاهدين الان. لا انت اعلامي، انت اعلامي الان. لا عشان ما تطلع بشكل بايخ قدام المتلقي. انا اعرف ايش اقول يا سالم. لا سالم، بس عشان تفضل لو سمحت. انا اعرف ايش اقول. انا اقول للاسف ان الهلاليين والهلاليين هم اللي يعطوا الفرصه لبعض الانديه اللي كان الهلال معروف سلفا، يعني كان النتائج، وكان يعني لا يمكن يجي حتى اذا طلع تعادل كان يعتبر فوز. يعني كانت معروفه النتائج. خليه ابو عنان دقيقه، خلي لا هو يتكلم. هو يتكلم الى الان ما هو قادر انا بعرف يتكلم، فخليه. لا سليمان اليوم قاعد تنكش يا ابو عنان. انت تقول الهلال لما كان يلعب ورطت نفسك. قلت الهلال لما كان يلعب مع هذه الفرق كانت النتائج معروفه سلفا. طلع نفسك من المأزق. خليه يكمل يا ابو عنان. لا ما هي دي. انا اقول يعني بكره المباراه بعيد عن هذا كله، بعيد عن سالم. لا بس معليش انا بقاطعك، مو بسالم المباراه. لا انا ما قاعد. انا قلت له سمي، ما يبغى يسمي. لا انت ما تقدر تجبر. لا ما ابغى اجبر، انا خليته يكمل لانه قاعد يكلم نفسه. المباراه بكره بين من ومن؟ بين الهلال والاهلي. ايش مناسبه تطرقك الى انه تطاول الصغار عليك يا زعيم؟ بكره الاهلي اللي بيلعب. انت قاعد انا اقيس على مستوى الهلال يا عبد العزيز. اصغر واحد في الوسط الرياضي، اصغر واحد أيوة. فهما وسنا في الوسط الرياضي عارف انك تقصد الاهلي. لا دقيقة لحظة. انا بكون اكثر صراحة من سالم. انا اقول وش رايك. لا انا ما اسحب الكلام من لساني. تعرف ليه؟ انا لو عندي الشجاعة اقول الاهلي. انا عندي الشجاعة. يعني ما تقصد الاهلي. انا عندي الشجاعة. انا عارف انه ما يقصد الاهلي. انا عندي الشجاعة اقول الاهلي يا عبد العزيز. فيها رموز. لا لحظة. لا عبد العزيز في مشجعين لازم نحترمهم. شوف لا دقيقة يا سالم. انا شوف دقيقة طيب. شوف انا والله العظيم ترى كل كلام لما قال تطاولوا الصغار يا زعيم انا بس عشان هو يوضح وجهه نظره، ولا نعرف الاهلي انه كبير. طيب. فبالتالي سليمان ما يقصده. فالان هو الان قال انا عندي الشجاعه لو كان الاهلي قلته. الان قال لا ما اقصد الاهلي. الزميل عيسى الحربين ذكر الكلام هذا او الجمله هذه في مباراه اسيويه، صح ولا لا؟ صحيح. مستحيل يذكرها في مباراه سعوديه، لانه بالفعل تطاولوا الصغار على الزعيم، لانه كان متسيد اسيا ومتزعم اسيا، وجتنا فرق اسيويه ما ندري من فين جت فازت عليه. الاهلي والهلال سجال. انا بكلمك على الهلال، وضع الهلال يا رجل. لا عشان لازم الجمهور ما نمرر عليه. شوف الاهلي والهلال عاشوا سجال سنين، بطولات للاهلي وبطولات للهلال، فوز للهلال وفوز للاهلي. فعباره انك استشهدت بالجمله هذه من الزميل عيسى الحربين ما هي في مكانها. لا انا هذا رايي. لا ما يقصد هذا رايي. طيب انا اقول ان وضع الهلال الحالي الفني، انا سويت اللي علي. تفضل. انا اقول وضع الهلال توقعوا. لا ما يقصد. لا ما في. وضع الهلال الفني الحالي هو سبب رئيسي في تطاول الصغار على الهلال. يعني من 3 سنوات، يعني من 3 سنوات تقريبا وضع الهلال الفني والوضع وخلي اسميه اكثر وضع الاداري، السبب الرئيسي الاداري هو سبب رئيسي بتطاول الصغار. يعني في الصغار يعني معلش مفردة الصغار تنطبق على مين يعني بدون اسماء؟ بدون اسماء يعني الصغار سنا
ولا بطولات ولا ايش؟ يعني انا ما ادري الصغار، كلمه الصغار ما تنقال على نادي. الشارقه ما تنقال على نادي، كلمه الصغار ما تنقال على نادي. طيب مهما كان النادي هذا ما يخالف عبد العزيز. انا ارجع، انا اترك من الانديه، انا الان اقول اتكلم عن الهلال، وضع الهلال. بس لا تجيب جمله الهلال وجنب الصغار. انا اتكلم عن الهلال، وضع الهلال فنيا هو سبب رئيسي في تطاول الصغار عليه. مين الصغار يا سالم؟ انت لازم تحط الكلام في فمك. يا رجل ما يملك الشجاعه يقول من الصغار، الا تخليه شجاع. هو ما هو قادر يتكلم. لا ان شاء الله انا شجاع، والله ما هو قادر. لا تحط الكلام في فمه. عيب والله ما اقبلها منك عبد العزيز. لا يليق بك. لا ما اقبل انك تحط الكلام في فم زميل هو ما يبغى يتكلم. انا ما بنفس الوقت الزميل هذا ما يقبل انك تزايد على شجاعته. لا بس هو تزايد على الشجاعه. لا هو يبغاك الا تقول نادي. لا هو يبغاك تقول نادي. لا والله لا بالتالي الكفه ما هي متوازنه الان. يعني انا ما ينفع واحد يقول انا كبير سالم وما هو شجاع. خانك ذكائك معليش. لا معليش. خانك. لا معليش. لا اليوم تسوي فيها فيصل القاسم خانك ذكائك. انت تبغى تجبره. شايلها انت مره. شوف انك تجيب نادي تقول الاهلي والصغار، يعني المفردة هذه، الجمله هذه، الكلمه هذه غيرها، ما ابغى اسمعها. طيب ما ابغى اسمعها، هذا قصدي انا. بس تطاول الانديه الاقل من الهلال. ايوه روح. تطاول الانديه الاقل من الهلال هو سبب اللي وضع هذه الانديه انها تتطاول على الهلال، وضع الفني الهلالي. ايوه. سوء اختيار لاعبين اجانب، تخبطات باختيارات المدربين، تخبطات اداريه بالتعامل مع اللاعبين، تخبطات اداريه بالمدير الفريق فهد المفرج وسوء ادارته. اسامه هوساوي اختيار سيء. ايوه روح كمل، لا تقاطع يا خالد. لا اسامه هوساوي اختيار سيء. لا تقاطع، روح. هو يتكلم على جانب. يتكلم على جانب يا رجل. انا قلت له جانب. تخبطات كلها. روح. هذه كل هذه الرويلي اختيار سيء. كل بالمجمل يا ابن الحلال يتكلم على جانب. الرويلي سعودي. طيب بالمجمل يعني وضعت الهلال الثلاث سنوات هذه الاخيره. كل الاخطاء هذه تجي من كبير. الهلال كبير. شوف عبد الرحمن بن سعد ما كنا نسمع ولا يمكن. شوف اذا جيت بقول لكم شيء، انتم طلعتوا عن محور جدا. تعرف ليه؟ عندما يتحول الطرح من طرح اعلامي الى طرح رواد صفحات القراء ستجد مثل هذا الطرح في البرامج الرياضيه. عندما تترك المساحات الإعلامية لدقيقة أبو عنان الله يرحمه، الله يرحمه دقيقة. عندما تتحول البرامج الرياضية مرتعا لمن يكتبون في صفحات القراء فيقدمون للوسط الرياضي على أساس أنهم إعلاميين، ستجد يا كبتي مثل هذا الطرح وأردم. نحن ننتظر ما أكلمك سليمان لو سمحت. نحن ننتظر، نتحدث عن كلاسيكو كبير في الأهلي والهلال، الفريقين العريقين الكبيرين العظيمين، ونأتي بإسقاطات على أندية لها جماهير عظيمة. الآن إحنا يعني قدام المتلقي إيش يقول الآن؟ عندنا أكثر من 6-7 مليون شخص يشاهدنا، وإحنا نتحدث في جزئيات بسيطة. نبغى نتحدث عن غياب سلمان الفرج أو نواف العابد، أو تأثير غياب محمد الفتيل، أو قلة خبرة أحمد الرحيلي، يجدون نتحدث عن تطاول الصغار يا زعيم. هذا رأيي. رأيك يظل رأيك، لكن خلينا نتحدث فنيا عشان احنا عشان ما نكون جالسين في مجلس. اسمعني يا سليمان، عشان ما نكون جالسين في مجلس يضحكون علينا الناس برا. عبد العزيز، مثل هذا الطرح لا يليق ببرنامج كبير مثل هذا البرنامج، ولا يليق. شوف أنا أقدر أكون أنزل بمستوى الطرح إلى أسوأ من طرف. طيب نزلت وعاقبت معاك. شوف معليش أنا عقوبتي العظمى تعرف وش هي؟ إني نزلت أجري. اصبر طيب تعرف عقوبتي وش كانت؟ إني نزلت أجري في ملعب والأهلي فايز على الهلال 3 وحسم الدوري قدام الكبير حقك. طيب احنا جايين نتحدث عن كلاسيكو وانت جاي تعرف بكلام كأننا جالسين في مدرج، ولا واحد تركت له مساحة في صفحة القراء قاعد يكتب وصدق نفسه انه اعلامي. لا اعلامي، الجميع اعلاميين. من اللي يقيم يا سالم؟ يقيم المتلقي اللي قاعد يسمع. وانا اعتذر لهم، والله اعتذر لهم. اذا احنا عندنا اهلي وهلال ويجيني واحد يا رجل شوف الأندية الكبيرة لن يستطيع سالم الأحمدي ولا أي شخص آخر أن يقلل من قيمة هذه الأندية العظيمة. يا أخي إذا تحب ناديك براحتك، لكن مو مسألة أنت في 3-6-7 مليون الآن يتابعك
قاعد يقول وش الطرح ذا؟ هؤلاء اعلاميين يقدمون كنخبه كرواد. بس مو انت اللي تقيم يا سالم. لا بس مثل هذا الطرح أنت اللي عبد العزيز، معليش. انت تساله سؤال، انت تساله سؤال، لا دقيقه، انت تساله سؤال عن مباراة غدا غدا يا رجل، هذا طرح لا يليق ان يعرض في برنامج رياضي، والله لا يليق. انت يليق عندك في حوار في برنامج هذا الطرح يليق؟ انا اسالك سؤال، اذا كان يليق انا انسحب. اذا انتم في هذه القناة تقبلون بمثل هذا الطرح، هذا مو طرح، هو سبب رئيسي في تطاول الصغار عليه. مين الصغار يا سالم؟ انت لازم تحط الكلام في فمك. لا يا رجل ما يملك الشجاعة يقول من الصغار، الا تخليه شجاع. هو ما هو قادر يتكلم. لا ان شاء الله انا والله ما هو قادر. لا تحط الكلام في فمه، عيب والله ما اقبلها منك عبد العزيز. لا يليق بك. لا ما اقبل انك تحط الكلام فم زميل هو ما يبغى يتكلم. انا ما بنفس الوقت الزميل هذا ما يقبل انك تزايد على شجاعته. لا بس هو تزايد على الشجاعة. لا هو يبغاك الا تقول نادي. هو يبغاك تقول نادي. لا والله بالتالي الكفه ما هي متوازنه الان. يعني انا ما ينفع واحد يقول انا كبير سالم وما هو شجاع. خانك ذكائك معليش. لا معليش. لا خانك. لا معليش. لا اليوم سوي فيها فيصل القاسم خانك ذكائك. انت تبغى تجبره. شايلها انت مره. شوف انك تجيب نادي تقول الاهلي والصغار، يعني المفردة هذه الجملة هذه الكلمة هذه غيرها، ما ابغى اسمعها. طيب ما ابغى اسمعها، هذا قصدي انا. بس تطاول الانديه الاقل من الهلال. ايوه روح. تطاول الانديه الاقل من الهلال هو سبب اللي وضع هذه الانديه انها تتطاول على الهلال، وضع الفني الهلالي. ايوه. سوء اختيار لاعبين اجانب، تخبطات باختيارات المدربين، تخبطات اداريه بالتعامل مع اللاعبين، تخبطات اداريه بالمدير الفريق فهد المفرج وسوء ادارته. اسامه هوساوي اختيار سيء. ايوه روح كمل، لا تقاطع يا خالد. لا اسامه هوساوي اختيار سيء. لا تقاطع، روح اتكلم على جانب. اتكلم على جانب يا رجل. انا قلت له جانب. تخبطات كلها. روح. هذه كل هذه الرويلي اختيار سيء. كل بالمجمل. يا ابن الحلال يتكلم على جانب. الرويلي سعودي. طيب بالمجمل يعني وضعت الهلال الثلاث سنوات هذه الاخيره. كل الاخطاء هذه تجي من كبير. الهلال كبير. شوف يا عبد الرحمن بن سعد ما كنا نسمع ولا يمكن. شوف اذا جيت بقول لكم شيء، انتم طلعتوا عن محور جدا. تعرف ليه؟ عندما يتحول الطرح من طرح اعلامي الى طرح رواد صفحات القراء ستجد مثل هذا الطرح في البرامج الرياضيه. عندما تترك المساحات الاعلاميه دقيقه ابو عنان الله يرحمه، الله يرحم والديك دقيقه، الله يرحم والديك دقيقه. عندما تتحول البرامج الرياضيه مرتعا لمن يكتبون في صفحات القراء فيقدمون للوسط الرياضي على اساس انهم اعلاميين، ستجد يا كبتي مثل هذا الطرح واردى. نحن ننتظر ما اكلمك سليمان لو سمحت. نحن ننتظر نتحدث عن كلاسيكو كبير في الاهلي والهلال، الفريقين العريقين الكبيرين العظيمين، وناتي باسقاطات على انديه لها جماهير عظيمه. الان احنا يعني قدام المتلقي ايش يقول؟ الان عندنا اكثر من 6-7 مليون شخص يشاهدنا، واحنا نتحدث في جزئيات بسيطه. نبغى نتحدث عن غياب سلمان الفرج او نواف العابد، او تاثير غياب محمد الفتيل، او قله خبره احمد الرحيلي، يجدوننا نتحدث عن تطاول الصغار. يا زلمه هذا رايي. رأيك يظل رأيك، لكن خلينا نتحدث فنيا عشان احنا عشان ما نكون جالسين في مجلس. اسمعني يا سليمان، عشان ما نكون جالسين في مجلس يضحكون علينا الناس برا. عبد العزيز مثل هذا الطرح لا يليق ببرنامج كبير مثل هذا البرنامج ولا يليق. شوف انا اقدر اكون انزل انا استذكر الحين كلمة قالها والد وارجو ان لا يفهم كلامي خطأ. قالها المعلق الرياضي العزيز والكبير عيسى الحربين في البطولة الآسيوية، تطاول الصغار. من هم الصغار؟ يعني يا الهلال، يعني الهلال كان السنوات هذه الأخيرة المباراة كانت آسيوية. انت كده بتحرض الجمهور على أنا أقول خلينا نفهم وجهة نظره. بالآسيوية أنا أقول خلينا نفهم. فأنا أقول الهلال للأسف إنه يعني هو اللي أعطى الفرصة لتطاول هؤلاء الصغار. طب أعطينا فرصة بكرة الله يخليك. يعني الهلال هو لا عفوا، انت مين تقصد بالصغار؟ الصغار كل اللي يعني لا دقيقه ابو عنان، لا ما وقت مقاطعات. كل اللي تطاولوا. لا انت تتكلم على اشخاص ولا كيانات؟ لا اتكلم لا ما اشخاص، لا مستحيل اتكلم على اشخاص. تتكلم على كيانات؟ اتكلم على انديه كان الهلال
محسوم الامر ان الهلال يفوز الان. اصبح الانديه هذه تقدر تسميها؟ ما يحتاج لا ما تقدر تسمي. تعرف ليه؟ لان سمي خلك انت الان عيسى الحربين قال تطاولوا الصغار يا زعيم، انت ورينا قول. انا اقول لك للاسف لا لان انا شوف انا ما ابغى ارد عليك لانك انت تتكلم في خيال بشكل عام. اي تتكلم بشكل عام، فبالتالي انت قاعد تكلم نفسك. طيب خلاص، لكن انت هل تعرف انت كيانات من هؤلاء الصغار؟ خلنا اكلم نفسي. لا كيف تكلم نفسك؟ انت امامك مشاهدين الان. لا انت اعلامي، انت اعلامي الان. لا عشان ما تطلع بشكل بايخ قدام المتلقي. انا اعرف ايش اقول يا سالم. لا سالم، بس عشان تفضل لو سمحت. انا اعرف ايش اقول. انا اقول للاسف الان قال لا ما اقصد الاهلي. الزميل عيسى الحربين ذكر الكلام هذا او الجمله هذه في مباراه اسيويه، صح ولا لا؟ صحيح. مستحيل يذكرها في مباراة سعودية، لأنه بالفعل تطاولوا الصغار على الزعيم، لأنه كان متسيد آسيا ومتزعم آسيا، وجتنا فرق آسيوية ما ندري من فين جت فازت عليه. الأهلي والهلال سجال. أنا بكلمك على الهلال، وضع الهلال يا رجل. دقيقة لا عشان لازم الجمهور ما نمرر عليه. شوف الأهلي والهلال عاشوا سجال سنين، بطولات للأهلي وبطولات للهلال، فوز للهلال وفوز للأهلي. فعبارة أنك استشهدت بالجمله هذه من الزميل عيسى الحربين ما هي في مكانها. انا هذا رايي. لا ما يقصد هذا رايي. انا اقول ان وضع الهلال الحالي الفني، انا سويت اللي علي. تفضل. انا اقول وضع الهلال توقعوا. لا ما يقصد. لا ما في. وضع الهلال الفني الحالي هو سبب رئيسي في تطاول الصغار على الهلال. يعني من 3 سنوات، من 3 سنوات تقريبا، وضع الهلال الفني والوضع وخلى اسميه هو اكثر وضع الاداري، السبب الرئيسي الاداري هو سبب رئيسي بتطاول الصغار. يعني في الصغار معلش مفردة الصغار تنطبق على مين؟ يعني بدون اسماء، بدون اسماء الصغار سنا ولا بطولات ولا ايش؟ انا ما ادري. الصغار، كلمة الصغار ما تنقال على نادي. ما تنقال على نادي. كلمة الصغار ما تنقال على نادي. طيب مهما كان النادي هذا. ما يخالف عبد العزيز. انا ارجع، انا اترك من الانديه. انا الان اقول اتكلم عن الهلال، وضع الهلال. بس لا تجيب جملة الهلال وجنب الصغار. انا اتكلم عن الهلال، وضع الهلال فنيا. ان الهلاليين والهلاليين هم اللي يعطوا الفرصة لبعض الأندية اللي كان الهلال معروف سلفا، كان النتائج، وكان لا يمكن يجي حتى إذا طلع تعادل كان يعتبر فوز. كانت معروفة النتائج. خليه ابو عنان دقيقة، خلي لا هو يتكلم. هو يتكلم الى الان ما هو قادر. انا بعرف معروف. فخليه. لا سليمان اليوم قاعد تنكش يا ابو عنان. انت تقول ان الهلال لما كان يلعب ورطت نفسك. قلت الهلال لما كان يلعب مع هذه الفرق كانت النتائج معروفة سلفا. طلع نفسك من المأزق. خليه يكمل. لا ابو عنان لا ما هي. انا اقول بكره المباراة بعيد عن هذا كله، بعيد عن السالم. لا بس معليش انا بقاطعك، مو بسالم المباراة. لا انا ما انا قلت له سمي ما يبغى يسمي. لا انت ما تقدر تجبر. لا ما ابغى اجبر، انا خليته يكمل. اوكي لانه قاعد يكلم نفسه. المباراة بكره بين من ومن؟ بين الهلال والاهلي. ايش مناسبة تطرقك الى انه تطاول الصغار عليك يا زين؟ بكره الاهلي اللي بيلعب. انت قاعد انا اقيس على مستوى الهلال يا عبد العزيز. اصغر واحد في الوسط الرياضي، اصغر واحد أيوة. فهما وسنا في الوسط الرياضي عارف انك تقصد الاهلي. لا دقيقة لحظة. انا بكون اكثر صراحة من سالم. انا اقول وش رايي. لا انا ما اسحب الكلام من لساني. تعرف ليه؟ انا لو عندي الشجاعة اقول الاهلي. انا عندي الشجاعة. ما تقصد الاهلي. انا عندي الشجاعة. انا عارف انه ما يقصد الاهلي. انا عندي الشجاعة اقول الاهلي يا عبد العزيز. فيها رموز. لا عبد العزيز في مشجعين لازم نحترمهم. شوف لا دقيقة اسال. انا شوف دقيقة. طيب شوف انا والله العظيم ترى كل كلام لما قال تطاولوا الصغار يا زعيم انا بس عشان هو يوضح وجهة نظره، ولا نعرف الاهلي انه كبير. طيب. فبالتالي سليمان ما يقصده. فالان هو الان قال انا عندي الشجاعة لو كان الاهلي قلته.